أنت الآن تدخل على صحيح مسلم وتكتب عن أبي سلمة قال: دخلت على عائشة وأخوها من الرضاعة، بس لا أكثر ولا أقل. دخلت على عائشة وعلى أخوها من الرضاعة. أحسنتم. ها هذا مستعدين والّا لأ؟ هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حلو هذا، أي هو هذا. وين كان هذا؟ والله افتقدته صار 3 سنوات، مال عيوشة هذا الحلوة. أي والله المفروض نصغره لأن حيل كبير. المهم أخواني ترى بالكاميرا ما مبين، ترى عفوًا بالكاميرا مبين كان هو كأنما يعني كأنما مبين مو شفاف قوي، ترى هو جدًا شفاف أصلًا. هذه إيدي تشوفونها، يعني هذه أنا الآن هذه إيدي، هذا إيدي هاي أصلًا أنا مبين، هذا وجهي مبين، هذا وجهي كله مبين، هذا عيوشة هاي جالسة تغتسل هاي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اي والله عزيز عليه الصلاة والسلام. صل على النبي صلى الله عليه يا عزوز. هذه عن أبي سلمة قال هذا. خلينا نطلع الرواية، احنا نتونس بما أن أنتم متونسين، أنا هم متونس والله العظيم. احنا غير الضحك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن رضي عنهم ورضوا عنه، وهذا أهم شيء. عن ايش هو اسمه؟ أبو سلمة بطل الفيلم. دخلت على عائشة وأخوها من الرضاعة. العب يا ولد، دق رضاعة وادخل العب. هذا أبو سلمة. حجي أبو سلمة في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري طبعا الرواية يقول دخلت على عائشة وأخوها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش سوت؟ قال فدعت بإناء من صاع، إناء. قال فاغتسلت. هو طبعا الستار إذا مانع، إذا الستار مانع ما راح يبين الغسل، ما راح يبين. إذا الستار مانع هو كيف راح يروى هاي القصة؟ هاي الرواية كيف تروى؟ يقول وأفاضت على رأسها 3، وأفاضت على جنبها الأيمن 3 وعلى جنبها الأيسر 3، وبيننا وبينها حجاب. كله بالحجاب. سنيات يحبن بالحجاب، هي تحب الحجاب دائما، السنية الموحدة تحب الحجاب. مرة ذكرت لكم قصة هذا، اي والله واحد خطير، اي والله العظيم، والله نقلها لي الأخ الكابتن. يعرف أحد أصدقائه كان مع وحدة موحدة، وكان قال يعني هو يروي له صديقه، قال إنه سوينا حرام، قال بس هي لا كانت لابسة حجاب، قالت حرام ما يصير. قال له ولدك احنا هذا. المهم أهم شيء بالحجاب، إذا تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تنام وياه، إذا هذا يعني بالحجاب. والله أنتم سامعينهم يتصلون بي، يعني شو كذب عليكم؟ أنت سامعينه يعني قل له أختك يجني بيمها رجل، يقول لي إيه أهم شيء بالحجاب، واقول له تعلم المني، يقول إيه بس المهم حجاب لابسه. هي كلها يموتون على الحجاب. هم يجوز يعتبرون الحجاب ملابس إغراء، مثل الغربيين عندهم ملابس إغراء تختلف، الموحدين عندهم ملابس الإغراء هو الحجاب. فيقول بيننا وبينها حجاب. هذا الحجاب إذا كان مانع اللي بين عائشة وبين أبو سلمة وأخوها من الرضاعة، إذا كان مانع فهم ما راح يقدرون يروون عائشة إيش سوت، راح يكون الحجاب مانع. أما إذا كان الحجاب شفاف، هذا الآن تشوفون أنا الآن راسي وين راح؟ وين راح راسي؟ حتى لون الجبة طالع، اللون هذا لون وجهي طالع اصلا انت مبينه، اللحيه مبينه، القضاء يعني التفاصيل عرس رسول الله مبينه، والا شلون هو راح يروي؟ انا اذا الان حطيت حجاب مانع مو هذا مانع، يعني لا ترى. هل تستطيع ان تروي الغسل؟ لا ما راح تقدر. اذا كان مثل هذا تبين به التفاصيل، فمعناه هو راح يشوف ما رزقه الله به من نظر عميق في بصر دقيق. مو هذا اللي صار.
هو يقول عائشة أفاضت على رأسها وعلى جنبها وعلى صدرها. إذا تقول حاطته لهنا، وهذا معناه عرس رسول الله، يعني لابسه والله أي والله ما أعرف إيش أقول. يعني صحيح مسلم يقول رأى أعالي صدرها، إي والله صدرها. عفوا مو صحيح مسلم، النووي في تفسيره قال إن هؤلاء الاثنين اللي دخلوا على عائشة رأوا أعالي صدرها. إيش وين أعالي صدرها؟ هاي هنا. أنا ما أعرف صدر عائشة كبرى والله ما أدري. إي والله حتى ما يعني واحد حتى يكون منصف بيني ما بين الله. إي وحق عثمان شو غير ما يصير. فما أدري ممكن من الرضاعة نازل لنا ممكن يعني ممكن شيء يعني ترضع كانت عسس كلا وألف وكلا ترضع الزلم كانت بشهادة أهل البيت في كتب الشيعة وبكتب السنة. حتى ما يطلع نغل يقول هاي بس كتب السنة، لا حتى احنا عندنا كتب الشيعة. فهو يقول رأى أعالي صدرها. النووي إمام السنة يقول رأي أعالي صدرها وطبعا رقبتها وهي كانت تخفي حاطة هيك حجاب بهالطريقة كانت حاطة حجاب وتغتسل. بس هو بالنتيجة الحجاب مو مانع، لأن إذا مانع ما راح يقدرون يروون الرواية إنه هي غسلت صعدت نزلت راحت وأفاضت على رأسها. هم ما راح يقدرون يشوفون هذا المنظر إذا هذا الحجاب مانع، ما راح يقدرون يشوفونه. نخليه من نحتاجه. خاف واحدة تريد تغتسل سنية موحدة عابدة متبعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم رأى أعالي جسدها.